الحكومة المغربية تنهي محنة الطلبة المغاربة في الجامعات الفرنسية وتقر المعادلة التلقائية للشواهد. إليكم التفاصيل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب أصدرت قراراً يقضي بالمعادلة التلقائية لشواهد الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية. قرار يهدف إلى تبسيط مسطرة المعادلة التي كانت تمر بعدة مراحل إدارية معقدة ومطولة، كانت تستغرق مدة لا تقل عن 6 أشهر، مما يعيق ولوج عدد من الخريجين إلى سوق الشغل أو المشاركة في المباريات العمومية. القرار يشمل جميع الشهادات في مختلف الميادين مثل العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب، وهي خطوة اعتبرها كثيرون غير مسبوقة، وخصوصا الطلبة المغاربة في فرنسا الذين يتصدرون أعداد الطلبة الأجانب. ما رأيكم في هذه الخطوة؟